منذ قليل كان هناك بيان جديد تم وضعه من قبل العقيد أحمد محمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، واللي أرسل عدد من الرسائل التطمينية الهامة إلى الشعب المصري. وقال في هذا البيان: تمر مصرنا الغالية بمرحلة دقيقة من تاريخها المعاصر تسعى فيه إلى غد مشرق تتحقق فيه آمال شعبنا العظيم في حياة الحرية والكرامة والإخاء والمساواة والعدل والسلام. إن هذه المرحلة تلقي على كل فرد منا مسؤولية جليلة أمام الله وأمام مجموع الشعب التي سجلت بشبابها ورجالها ونسائها بالإيمان والعزم والإرادة مشاهد العبقرية الفريدة التي بهرت العالم وستبقى خالدة ومفخرة للمصريين على مر الزمن. وفي سبيل تحقيق خارطة طريق العمل الوطني في الحاضر والمستقبل، تؤكد القوات المسلحة المصرية درع الوطن وحميه القوي الأمين على ما يلي: تؤمن القوات المسلحة بأن طبيعة أخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة. الأمر الذي يهدد الوطن بالوقوع في دائرة انتقام خطيرة لا نهاية لها ويدفع فيها الجميع والوطن أثمانا باهظة. إن الحكمة والوطنية الحقة والقيم الإنسانية السمحة البناءة التي دعت إليها الأديان جميعا تدعونا الآن إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي، وهو الأمر الذي تحرص عليه القوات المسلحة وأجهزة الأمن بوعي يقظ وإرادة قوية، حرصا على تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة البناءة والتسامح وإعلاء صوت العقل والحكمة. إن التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع حصل عليه المصريين كأحد أهم مكتسبات ثورتهم المجيدة، مع الوعي بأن الإفراط في استخدام هذا الحق دون داع وما قد يصاحبه من مظاهرات سلبية مثل قطع الطرق وتعطيل المصالح العامة وتخريب المنشآت يمثل تهديدا للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن، ويؤثر سلبا على الأداء الأمني والاقتصادي لمصر الغالية. إن مصر تنتظر من جميع أبنائها الكثير دون استثناء أو إقصاء لأحد كي يعبروا بها إلى غد ومستقبل مشرق يجمع شعبنا العظيم ويمنح المشاركة الفعالة والريادة لشبابه الواعد تحت مظلة الحلم المصري. يضع الوطن ومصالحه العليا نصب عينيه ولا يلتفت إلى الانتماءات الضيقة أو الطائفية البغيضة، بل ويمتد محلقا في سماء مصرنا الرحيبة. ونحن نثق بأن جميع أبناء الوطن سيلبون نداء إعلاء قيم الرحمة والعفو والتسامح والوحدة الوطنية، استشهادا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اليوم يوم المرحمة. هذا إذن كان بيان القوات المسلحة الذي وضع قبل دقائق حول الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي. هذا هو البيان.